كل البشر على وجه المعمورة يتعرضون خلال فترة نومهم أو فترة منتصف النوم قبل الدخول بالنوم العميق إلى حالة من الشلل من الرأس إلى أخمص القدمين أو الشلل الجزئي على الجانب اليسار، ولا يستطيع الإنسان أن يتحرك ولكنه حاضرا بالوعي، ولا يستطيع الإنسان حتى أن يتنفس مع سرعة نبضات القلب وموجات من الهلع ومن الخوف قادمة من منطقة الأحشاء. ما السبب العلمي الذي يؤدي إلى هذه الحالة وكيف نعالجها مباشرة؟ السبب العلمي الذي يؤدي إلى هذه الحالة هو نتيجة ارتفاع التوتر والعيش في التوتر والعيش في الضغوط السلبية، يؤدي إلى رفع مستوى الكورتيزول وهرمون الإجهاد وأيضا الأدرينالين والنور أدرينالين. هذا الرفع لا يظهر إلا في فترات الراحة، إما الراحة المتمثلة على شكل نوم أو الراحة المتمثلة على شكل جلوس متواصل، فيؤدي إلى هذه الحالة. طيب، ارتفاع مستوى هرمون الإجهاد وارتفاع التوتر في حياتك الطبيعية الذي يظهر في فترات الراحة، كيف يحدث هذا الخلل ويحدث هذا الشلل؟ يؤدي إلى ضرب قاعدة المغنيسيوم وأيضا الكالسيوم وأيضا مستوى النحاس في الجسم، فيؤدي إلى الشلل المتمثل ما بين العصب وما بين العضلات. العصب العضو المؤثر أو المحفز، وبالنسبة للعضلات هو العضو المتلقي، فيؤدي إلى حالة من الشلل والخدر التام والشعور بعدم القدرة على التنفس. هذا الشعور وهذا الخدر ينتهي خلال فترة 11 ثانية إلى 25 ثانية. كيف نحل هذه المشكلة خلال فترة وجودها؟ خلال فترة وجودها يجب أن تستحضر قواك، قوى الوعي، يجب أن تتذكر أشياء تربطك بالواقع، أو أن تحاول أن تتحدث مع نفسك وأن تصرف انتباهك عن الشلل والخدر الذي تعرضت له. صرف الانتباه عن الشلل والخدر يقصر المدة الزمنية من 11 ثانية إلى 2 ثانية، فيؤدي إلى التخلص من هذه الحالة والعودة إلى المستوى الطبيعي. إذن الابتعاد عن التركيز على هذه الحالة. 2. محاولة استحضار الوعي من خلال تذكر أشياء تربطك بالواقع. تذكر أي موقف سواء كان موقف سلبي أو موقف إيجابي يربطك بالحياة أو مواعيد مهمة، وحاول أن تتحدث مع نفسك بصوت مرتفع، حتى ولو كان هنالك عدم القدرة على الكلام أو ربط اللسان، فيجب أن تحاول أن تتحدث مع نفسك حتى تقصر من المدة الزمنية. لا يجب أن تتجاوز المدة الزمنية أكثر من دقيقة، أكثر من دقيقة يؤدي إلى حالة موت الفجأة خلال النوم، فلذلك يجب تجنب هذه الحالة. أيضا هنالك سبب عند ارتفاع مستوى الحديد وسحب كميات كبيرة من الأكسجين أو جذب كميات كبيرة من الأكسجين، يؤدي إلى الشلل والخدر التام بالأطراف العلوية والأطراف السفلية، فننصح بهذه الحالة التخلص من الفائض من الحديد عبر الحجامة أو عبر التبرع بالدم أو عبر شرب ملعقة من زيت السمسم. زيت السمسم يحوي كمية كبيرة من النحاس، كمية كبيرة من النحاس تؤدي إلى تعطيل التأثير السلبي لارتفاع الحديد وجذبه كميات كبيرة من الأكسجين. أتمنى أن تكون هذه المعلومة مهمة ومناسبة ومفيدة لكم. أتمنى لكم الصحة والعافية وراحة البال، والسلام عليكم.